انا مش عارف ايه حكايه المغرب معانا. طبعا المغرب ربنا يكرمهم، يعني هو ناس ماشيه بتخطيط جيد جدا. بتتكلم على رابع عالم، منتخب كبير، ثالث اولمبيكس، منتخب الاولمبي، وكسبنا بنتيجه يعني كبيره جدا. اكيد لازم نقف كده وقفه ونعرف ان اللي بتعمله المغرب ده مش وليد الصدفه. يعني تميزهم في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، منتخب الشباب او منتخب الناشئين، ثم منتخب الشباب، يبقى عندي المنتخب الشباب ومنتخب الناشئين ومنتخب الاولمبي ومنتخب الكبير، كلهم بيدوروا في لوب ودايره واحده من التميز، وبين حد شغال بشكل شيل ده وهات ده وخد ده وهات دي وعين ده وودي ده وجاب ده، وشغال انت بشكل عشوائي. في وسط زحمه الاهلي وبيراميدز النهارده في خبر ما قدرتش افوته كده، يعني اعديه. النهارده المنتخب المغربي الشقيق فاز انا ليه جبت الخبر ده تحديدا وما حبيتش ان هو يضيع في وسط الزحمه؟ عشان يا جماعه النموذج بتاع المغرب ده بكل تواضع، ركز معايا، بكل تواضع ارجوك روح شوفه واعمل زيه بالظبط. هتقول لي انا التاريخ، هتقول لي انا اللي عملت، هتقول لي انا اللي اسست، هتقول لي انا جيت اول واحد، هقول لك على عيني وعلى راسي مفيش خلاف. بس هم جريوا، خدوا خطوات سريعه. رابع العالم منتخب اول، برونزيه الاولمبياد منتخب اولمبي، بطوله شمال افريقيا تحت 20 سنه، كاس افريقيا تحت 17 سنه. انت متخيل؟ يعني مش بس عندهم جيل فوق منتخب اول جامد، لا ده عندهم جيل هيسلم جيل هيسلم جيل. وعندك على الاقل من 10 ل 15 سنه المغرب متسيده. تاني، احنا ساعات ربنا بيكرمنا وساعات بنكسب بطولات، واحنا مصر واحنا اعظم دوله في كره القدم في افريقيا، كل حاجه معاك والله مفيش خلاف، يعني ده التاريخ اللي بيقول مش انا اللي بجود. بس احنا اتاخرنا في خطوات، وواضح ان الناس دي بتشتغل بنظام. يعني ايه؟ يعني احنا ساعات لما بنيجي بنكسب بجيل فلته. والله منتخب الناشئين ده شكله فلته، والله منتخب الشباب ده شكله فلته، والله احنا عندنا الجيل بتاع المنتخب الاول 2006 و2008 و10 ده فلته. لكن دول لا، من المنتخب الاول كسبان، منتخب اولمبي كسبان، منتخب شباب تحت 20 سنه كسبان، منتخب تحت 17 سنه كسبان، منتخب افريقيا للمحليين كمان نسيت، منتخب المغرب للمحليين كمان كسبان بطوله افريقيا. في كل حاجه كسبانين كل حاجه. والله ما هو تقليل مننا خالص. انا بقول لك بكل تواضع، الناس اللي بتدير كره القدم في مصر، يا سيدي شوف النموذج، يا سيدي شوف النموذج وطور عليه كمان. بس ما تقعدش تقول انا كده كده صح، انا كده كده جامد، تاريخيا جامد. دلوقتي في ناس سبقاك، الحقهم وتفوق عليهم لو تقدر. قدرت تلحقهم بس خير وبركه، قدرت تتفوق عليهم يا سيدي. لكن ما تقعدش تقول لي انا جامد، مش قوي دلوقتي تاريخيا. الفارق الحقيقي بين المغرب وبين مصر، هل في فوارق ضخمه بما انه في لعيبه بتتكون بره كتير على مستوى كل القواعد الناشئين ووصلوا للجيل الثالث دلوقتي، ولا لما بيحصل الصدام ما بين الاثنين في مناسبات مختلفه انت بتحس ان الفرق مش كبير قوي وتقدر تتغلب عليه لو عندك جوده في الكوتشنج تقدر تعوض؟ وهنا بتكلم على كيروش لما كان موجود وعلى ميكالي دلوقتي. ميكالي لا، انا ما اروحش لفكره جوده الكوتش. ماشي. انا اروح لفكره ان المغرب شغاله صح بقالها عدد من السنوات الكتير. حلو. واحنا شغالين بنسبه كبيره غلط فيما يخص كمان القاعده اللي هي الناشئين. فهنا الجاب بيوسع، عمال يوسع. لما بتروح للدرجه الاولى انت في الاخر جايب محمد صلاح من ليفربول، جايب مرموش، ما بتبقاش الفروق واضحه. مش منتخب المغرب الكبير هيدينا 5 أو 6. كل حاجه في كره وارده، لكن حلو. انا بقول لو لعبنا 5 6 مباريات مش هنخسر كده. لكن على المستوى الصغير لا، احنا شغالين غلط، وقلنا مره واثنين وثلاثه واربعه يا جماعه مربط الفرس. والحاجه اللي هتعديك في حته ثانيه خالص ان انت تفتح باب الاحتراف من السن الصغير.
وقلنا الكلام ده على اتحاد الكوره. حتى المهندس هاني ابو ريده بالقايمه طبعا مبروك، خلاص هم نجحوا بالتزكيه بس، وكل التوفيق. بس في حاجه كمان انا بشوف ان لازم يتحط بند ده حتى سيادي، حتى ده يبقى من الدوله. فكره ان اي لعيب يجي له عرض احتراف وهو تحت ال 18 سنه لازم يروح وتتحسب برولز معينه. واحد، انا كل نادي يطلع لاعب ناشئ احط له في القايمه الكبيره لعيب زياده، ادي واحد. اتنين، انه اي رجوع للعيب ده من اي حته في العالم الاولويه لناديه، عشان ما اعملش موضوع كوبري. يعني طلع من الاتحاد السكندري بيرجع للاتحاد السكندري، طلع من زد يرجع زد، وهكذا. احط لك اعاده البيع، اعاده مبلغ لاعاده او نسبه اعاده البيع. المهم ان انا احط 3 4 5 قواعد تخليك تطلع اللعيبه دي بره، لكن مش ممتاز. من ايامنا احنا يا محمودي، من ايامنا احنا. انا جالي عرض احتراف في نادي في هولندا انا وهادي خشبه، وكنا الكلام ده سنه 92 93 مع مستر راوتر في هولندا. من كام سنه ده؟ من 30 سنه. الله يرحمه الكابتن صالح سليم قال لهم انا عايز 300,000 دولار. فهو ده بيتكرر دلوقتي. انت لما بيجي عقد احتراف لناشئ، النادي بيقول انا عايز 5 مليون دولار، انا عايز 4 مليون دولار، محدش عارفه. وتروح للمغرب تلاقيه مطلع 300 400 500 لعيب ب 100,000 دولار. انا مش عارف ايه حكايه المغرب معانا. طبعا المغرب ربنا يكرمهم، يعني هو ناس ماشيه بتخطيط جيد جدا. بتتكلم على رابع عالم، منتخب كبير، ثالث اولمبيكس، منتخب الاولمبي، وكسبنا بنتيجه يعني كبيره جدا. اكيد لازم نقف كده وقفه ونعرف ان اللي بتعمله المغرب ده مش وليد الصدفه. يعني تميزهم في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، منتخب الشباب او منتخب الناشئين، ثم منتخب. انهيار كبير في الإعلام المصري بعد الهزيمة المفاجئة أمام المنتخب المغربي المحلي في اللقاء الودي استعدادا لكأس العرب. في البرامج الرياضية المصرية كانت الصدمة واضحة على الوجوه، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه أبناء المغرب والروح العالية التي أظهروها طوال المباراة. أحد المحللين قال بصراحة: المغرب حتى بالمنتخب المحلي يقدر يربك أي فريق عربي، التنظيم والمهارة والتكتيك عندهم أعلى من المتوقع. التعليقات في الإعلام المصري انقسمت بين من انتقد أداء المنتخب المصري المحلي ومن اعترف بقوة المغاربة الذين أثبتوا من جديد أن كرة القدم المغربية في القمة عربيا. بعض القنوات تحدثت عن فضيحة ودية واعتبرتها جرس إنذار قبل البطولة، في حين احتفى الجمهور المغربي على مواقع التواصل بهذا الفوز المعنوي الكبير. الرسالة كانت واضحة للجميع: منتخب المغرب المحلي لا يرحم، والمنافسة في كأس العرب لن تكون سهلة على أي فريق أمام أسود الأطلس. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد حول أخبار المنتخب المغربي.